قول الحق، خليك جريء. النادي الاهلي احسن فريق. الاهلي يفوز على الزمالك بثلاثيه مع الرأفة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه كده يا ساده، اللي مش مشترك معانا في القناه يتكرم علينا باشتراك ولايك على الفيديو دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. الاهلي الف الف مبروك للنادي الاهلي على الفوز الكبير على الزمالك ب3 مع الرأفة. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، لمجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب الاسطوره الفاشل، واخد بالك انت؟ محمود الخطيب الفاشل واخد بالك انت؟ الف مبروك للكابتن محمود الخطيب الاسطوره كبير الاهلاويه، والف مبروك للفولت العالي اللي يستاهل دفع الغرامه كلها، كهربا اللي جاب الهدف ونبأ لشريف بالتاني، زي ما قال لك شيل الفيشه وحط الفيشه، كهربا حرارته شديده. والف مبروك للحريف المخيف يا لطيف يا لطيف محمد شريف، الهدفين ولا اروع من كده، حاجه فوق الخيال. الشوط الثاني والاهلي ننسى الاول، الشوط الاول بمعطياته مش هنتكلم على حاجه، ولا هنقول التحكيم ولينا ضربه جزاء، مش هنقول حاجه يا عم، خليها تروح. الاهلي كانش بياخد فاولات، والفاولات كلها للزمالك، ولكن الاهلي لعب الشوط الثاني بتكتيك عالي قوي 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 من مارسيل كولر، الراجل اللي تاني مره في اقل من شهرين بيتفوق على البروف العطلان، بروفيسير اللي كانوا دايما بيقولوا عليه البروفيسير الاهلي، ومارسيل كولر بيتفوق عليه للمره الثانيه في اقل من شهرين بعد السوبر ومباراه الدوري. وبالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه خلصنا الكلام بالثلاثه. الاهلي في الشوط الثاني مسك الكوره في نص الملعب وسيطر ولعب بالطريقه اللي لعب بها النادي الاهلي وبيراميدز بالظبط، نفس طريقه الاهلي وبيراميدز، نفس مباراه الاهلي وبيراميدز. كولر طبقها الشوط الثاني بحذافيرها، ان انت تمسك تخطف تجيب هدف من تمريره او 3 تمريرات تجيب هدف، وده اللي كان مطلوب في حد ذاته. مباراه عاليه بجد وتكتيك وتخطيط عالي من مارسيل كولر، وخصوصا في الشوط الثاني، لان فعلا اللاعيبه قدرت تطبق فكر مارسيل كولر في الشوط الثاني. المدير الفني للنادي الاهلي الناجح العو حضر، العو جه يا جدعان، ولا زي ما قال الكابتن المعلق ايمن الكاشف، العو حضر. النادي الاهلي هو العو، الواحد مش بيتكلم على فنيات في المباراة خالص، احنا بنتكلم على اداء وفوز ونتيجة، واحلى حاجة في جمهور النادي الاهلي ويهمه اكتر هو الفوز والنتيجة. ولكن النهاردة وخصوصا على نادي الزمالك الفوز ده، انت تعرف ان مارسيل كولر من طريقة لعبه اساسا خدل الطريقة او بهدل فكر فريرة، بهدله خالص، خلاه بدأ بتغييرين اغرب من بعض، طلع لاعب وسط ملعب وطلع باك يمين ونزل باك يمين ونزل مدافع، بعدها مباشرة الهدف جه. تغييرات فريرة دي قلبت الدنيا، قلبت المباراة بجد. يعني تكتيك مارسيل كولر وأداؤه يعني وتصميمه على اللعب بالطريقة ديت لخبط كيان فريرة، خلى فريرة بدأ بالتغييرات الخطأ. الزمالك شكرا سلم، الاهلي جاب جول كهربا، وكان نفسي بجد والله العظيم اكتر حاجه كان نفسي فيها بجد ان كهربا يحرز الهدف، يحرز اي هدف. سبحان الله، مش كنت عاوز اعمل اسيست، لا انا كان نفسي يحرز هدف، لان سبحان الله وتعالى ربنا دايما بيبقى بيجي وبينصر المظلوم. ليه يوم سبحان الله بيجيله ان هو ربنا ينصره، سبحان الله. ليه؟ لان كهربا ده اتشتم واتسب واتهان بالام والاب واتوقف واتغرم، ظلم وعدوان، وكل ده ظلم، ومعروف ان هو دي غرامه ظلم. ولكن
في الختام هنقول كلمتين على السريع كده يا جدعان. ألف مبروك للنادي الأهلي مرة تانية وتالتة وعشرة ومليون، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي على الفوز الحلو والأداء المتميز ده. ويا رب دايما على طول كده دايما الأهلي يستمر يستمر يستمر. فرق بيننا وبين التاني حاليا هو 4 نقط مفيش غيرهم، ولكن الأهلي فرق بينه وبين نادي الزمالك هي 8 نقط. ده اللي بينافسك في اخر الدوري، ولكن ان انت تكون كمان الزمالك رايح للمحله في المحله وانت عندك البنك الاهلي في القاهره. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. مع الفرحه مش قادرين نتكلم على حاجه تاني، ومع الرأفه الاهلي يفوز على الزمالك بثلاثيه نظيفه. في الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.